حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. الفيديو بتاعنا النهاردة خطير، أتمنى يعجبكم. هنبدأ نسمي الله ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. وهنعمل النهاردة حبيب الملايين وورق العنب. ورق العنب ده المحفوظ، يعني السوري، بيتحفظ في مادة طعمها مزز شوية، اللي هو دبس الرمان. فلازم يتغسل كويس قوي علشان المزازة بتاعته تروح. المكونات بتاعته: بصلة متوسطة، هناخد معانا كوباية رز واحدة، معانا فلفل هحشيه، ومعانا قرن شطة، ومعانا عصير طماطم. طبعا الكمية قد ورق العنب اللي هتعمليه. أنا عملت هو نص كيلو ورق عنب بس. أول حاجة هنعملها مية، وهنحط فيها معلقتين زيت، ربع معلقة ملح، شوية كمون صغيرين. وأول ما المية معانا تبدأ تغلي هننزل بورق العنب زي ما حضراتكم شايفين. هو طبعا مجمد ولازم تغطسيه بالطريقة دي. هتكفيه كده مرة واتنين وتورقيه من بعضه. الورق العنب المجمد يشم المية بس زي ما حضراتكم شايفين. هننزل بيه ونغطسه كده يدوبك يفك من بعضه والمية تعمل بك بك كده. على طول هنشيله، وعلى طول في مصفى على الحوض، والحنفية تتفتح ويتغسل واحدة واحدة، لأن لو ما تعملش بالطريقة دي مزازته هتفضل لغاية لما يتحشي. بعد كده بقى هنقوم غسلينه بالطريقة دي بمية من الحنفية، تخلي المزازة بتاعته كلها تنزل. بعد كده بقى هنحضر الخلطة بتاعته الجميلة اللي كلنا بنحبها. طاسة على النار، هننزل بأربع معالق زيت كبار، ومعانا معلقة سمنة بلدي. يا سيدي يا سيدي عالجمال والروقان. هننزل بصلة الكبيرة معانا تاخد كده تحميرة، ريحتها تطلع، لونها يتغير. بعد كده هنعمل التكة الحلوة اللي هقولكوا عليها. البصلة بقى لازم يترشلها شوية ملح علشان ما توحدش، وكمان ما تغيرش طعمها. هنحط البهارات بتاعتنا أثناء البصلة. معانا فلفل، كمون، كزبرة ناشفة، وشوية شطة، وشوية بابريكا صغيرين قوي. وبعد كده هنقلب كل ده مع بعضه يدوبك البصلة لونها يحمر كده. هننزل بالطماطم المعصورة، وانا قلتلكوا الكمية حسب حجم الورق العنب اللي عندنا. هنسيب بقى معانا الطماطم، وهنملح معانا ونسيبها تشكشك على النار تتسبك كده. وما تنسوش رشة السكر معانا. هنا انا نسيت احط شوية شطة شوية بابريكا في الاول، فانا حطيتهم اثناء ما الطماطم بتغلي. الطماطم غلت وبقى ريحتها حلوة كده ولونها غمق. هننزل بيه الرز على طول. انا بحب انزل بالصلصة على الرز وكمان الخضرة، ما بحبش العكس. الطريقة دي حلوة قوي. والرز معانا يتغسل ويتصفى، ما يتنقعش عشان ما يبوش. هننزل بقى بالخضرة بتاعتنا من كل حاجة شدة واحدة: كزبرة، بقدونس، وكمان شبت معانا. هنقلب الخلطة دي. هندي بقى رشة نعناع بسيطة كده. هنجيب الحلة نسخن فيها ربع معلقة سمنة. هننزل بشرايح بطاطس، بصل، فلفل، معانا شطة، في جزر يا سيدي حطي بقى معاه. بعد كده هناخد الورقة بالطريقة دي نفردها، ونحط الخليط في النص ونقفل عليها بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. الورق معايا كان كبير فما ندمت وقلت يا ريتني قسمته، بس كان حلو. انا هديكوا بصوا دي لفة ورق العنب بالطريقة دي. نقفل من الجناب. بعد كده هنلف، وطول ما احنا بنلف معانا هنسحب الرز لجوه ونقفل من الجناب علشان الرز ما يطلعلناش من الجناب كده ويبقبق ويبهدل الدنيا. هنعمل واحد تاني معانا. هنجيب الورقة ونفردها بالطريقة دي عكس الاتجاه، يعني الحتة الخشنة لجوه في الحشو. تمام. وطبعا هنشيل الحتة الزايدة من دي
هنحط الرز هنا. بعد كده نلف بالطريقة بتاعتنا العادية خالص. لو عندك مكنة اللف بقى ممكن تساعدك في لف ورق العنب بسرعة، بس الطريقة دي أحلى طريقة معانا. هنفرد الورقة الخشنة لجوه. بعد كده هنحط كمية الرز وما نزودش كمية الرز، علشان ممكن تلاقي الرز ما استواش وتندمي بعد كده. معلقة صغيرة من بتاعة الشاي بالطريقة دي. الحلة بقى أنا لقيتها صغيرة عالكمية فأنا غيرت الحلة بعد ما رصيت وتعبت. بعد ما رصينا بالطريقة دي معانا، وهقول لكم بقى اللي عايز يعملها باللحمة ما تحطيش اللحمة تحت خالص، حطيها في النص. ومعايا بقى قلت اما احط كام فلفلة معايا يزودوا كده الطعم والريحة. وانا بحب الفلفل المحشي اكتر حاجة بحبها في انواع المحشيات، بتديه طعم كده وريحة خطير. بس بحب احطه في نص الحلة علشان يستوي، وكمان ما يبقبقش الرز اللي فيه من فوق ويبهدل الحلة. انا هنا بقى كده غيرت الحلة وكبرتها، لقيت الكمية ما شاء الله هتزيد. لازم المحشي تبقى حتة كبيرة كده باينة في الحلة علشان ما يستواش، وزي ما مامتي ومامتي بيقولوا المحشي يتزغم او يتكبس مش هتلاقيه يستوي خالص. معانا بقى شوربة، وهنحط على المحشي ورق العنب ده الشوربة لغاية لما يتغطى معانا، ونحط بالراحة ويكون الشوربة دافية ما تكونش سخنة قوي. والشوربة زي ما قلتلكم لازم تغطي المحشي بالطريقة دي. ونحط الطبق ونهز الحلة كده علشان الشوربة توصل لكل المحشي بتاعنا. تمام. نسيب بقى المحشي يتبقبق زي ما انتوا شايفين، مفيش رزاية خرجت برا من صبع المحشي. هو أخد معايا ساعتين بس، وبقى أحلى طبق محشي مفيش رزاية خرجت منه. شايفين بقى الطعامة والصباع ما خرجش منه الرز واستوى، وكان طعمه بقى مفلفل وخطير. شايفين الطعامة دي؟ ورق العنب ما يتعملش غير بالطريقة دي. اعملوه وادعولي. واي ورق عنب محفوظ اعملوه بالطريقة دي هيبقى حلو قوي. يلا اوعدوني لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم، واوعوا تنسوا تقولوا لاصحابكم عليا. واللايك اللايك اللايك. يلا دعوة حلوة منكم، ولكم بالمثل يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله وفضله.